السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم حبايبي مشاهدين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بكم في فيديو جديد. لو انت لسه أول مرة تخش المطبخ، لسه عروسة جديدة أو لسه طالبة مبتدئة، عندي على القناة كل ما هو جديد، حلويات، أكلات، مقبلات، كل حاجة بطريقة سهلة بسيطة ومكونات كلها موجودة في كل بيت. معكم مجد عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. النهارده هنعمل طريقة البتنجان المتبل المدحرج زي ما يقال في بعض المحافظات يعني. ويلا نبدأ. عندي هنا بجيب بتنجان اللي هو بتاع الحشو ده بيقول عليه العروس. بغسله وبنضفه. بعد كده بشيل الجزء الفوقاني اللي فوق ده. اوكي. بعد كده بجيب منديل مطبخ وبنشفه عشان ما يطرطش عليا ويبهدل لي الدنيا وانا بحمره. اوكي. بعد كده بشقه كده من الوسط برضو عشان البتنجانه ما تفرقعش معايا وتبهدل لي الدنيا وتعمل لي مشاكل. اوكي. عملناه بالطريقه دي. بعد كده هنروح نقليه على البوتاجاز. هجيب طاسه احط فيها زيت وخليه لما الزيت يسخن شوية هنزل بالبتنجان. اوكي. اكلة لذيذة والبتنجان طالع بصراحة زبدة. اكلة تحفة هتعجبكم ان شاء الله. وكمان البتنجان ده بينفع جنب الكشري، الطعمية، الفول، الاكلات الشعبية الحلوة الجميلة بتاعتنا. اوكي. هقلب البتنجان بقى كده فوق وتحت لغاية البتنجان مستوي. اعرف ازاي البتنجان استوت يا ماجدة؟ هحط الشوكة لما الاقيها الشوكة دخلت فيها كده وطرية، اعرف ان البتنجان استوت. اشيلها على طول من الزيت. تمام زي ما انتوا شايفين كده. شايفين البتنجانة استوت على طول ازاي؟ ما ياخدش اي وقت خالص. بطلعها على مناديل المطبخ عشان ميبقاش عندي اي زيوت. شايفين بالشكل الجميل ده؟ تمام. البتنجان من الأكلات الجميلة سواء كان محشي أو مخلل أو بالطريقة دي. بصراحة كل أنواع البتنجان بتبقى حلوة قوي. تمام. هنفضل بقى نقل البتنجان لغاية ما نطلعه كله. عفوا. خلاص طلعت البتنجان كله اتحمر معايا بالشكل الجميل ده. هسيبه بقى لغاية لما يبرد. الوقت ده بقى تعالوا نعمل التتبيلة. هجيب فص توم كده جميل كده، وهدحرج ليمونايه كده وقرن فلفل. وهحط بقى عندي توابل، كمون، كزبرة ناشفة، ملح، لو تحبوا شطة حطه. وهنفرم الكلام ده كله مع بعضه، نضربه في الكبة، ندقه بالهون. وممكن هنحط فلفل احمر بيديله لون جميل زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين لما دقينا التتبيلة بقت شكلها عامل ازاي؟ بعد كده ننزل عليها بالخل. وعندي عصير الليمون. تمام. برضه انا قلت اللي بيحب يحط شطة يحط. بتدي طعم لذيذ. عفوا. نعصر الليمونة. جربوا البتنجان بالطريقة دي لذيذ هيعجبكم جدا. نعصر الليمونة كده، وطبعا احنا ايه ما بنسيبش حاجة في الليمونة كلها. لازم لازم نطلع كل اللي في الليمونة. تمام. عندي بقى برش رشة ملح كده على البتنجان عشان يبقى ايه كله متبل. وهحشي بقى من الخلطة الجميلة اللي انا عملتها دي. هاخد بتنجانية بالفتحة اللي انا عملتها من الاول. هاخد منها من الحشوة حوالي معلقة كده. احطها في البتنجان. طبعا الحشو طبعا ما بتحبوا الحشو كتير قليل، طبعا حضراتكم بتحبوا. هنحشي كمية البتنجان كده. بيبقى لذيذ مع السمك، مع الكشري، زي ما قلت لكم، الفول، الطعمية، البصارة، الحاجات الشعبية بتاعتنا الجميلة دي.
طبعا هنعمل البتنجان كله بالطريقة دي، وطريقة سهلة جدا زي ما حضراتكم شايفين للبتنجان. وطبعا ما بتاخدش زيت كتير، يا دوبك نحط شوية زيت كده في الطاسة وبنقليهم. تمام. لو بتتابعوني شوف القناة هتعجبكم ان شاء الله، اعملوا لي مشاركة لكل حبايبكم عشان الكل يستفاد. في الاخر بقى باخد جزء من التتبيلة كده ارشه على البتنجان. ودي كانت وصفة النهاردة، يا رب تعجبكم. كنت معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. اسيبكم في رعاية الله وامنه، مع السلامة.